عندنا اسد جديد في الجزيره. بعض من الجمهور الاهلاويه زعلانين، بيقول لك فيديو تقديم اشرف داري مش ظريف مش حلو. نقول له اتق الله يا اخي، بص لاخوك الزملكاوي الغلبان الكحيان، مش صعبان عليك؟ عنده غرامات 300 مليون جنيه، عنده ايقاف قيد، مش عارف يجدد عقد زيزو، الجزيري هربان وخلع، اشرف بن شرقي غدر بيهم بعد ما اتفق معاهم. فنفسهم يشوفوا سرينه بس صفقات، مش سرينه مصايب. فالاهلي لا، الاهلي غير الاهلي النهارده. انت بص الجمهور الوداد عنده اهرب بقاله يومين، مشلول بقاله يومين، ما بيشوف اللعيبه الدوليه بترجع للاهلي بدل ما بتحترف. فما بالك بقى انت كمان بقى لو ربنا كرمك وخلصت محمد بن رمضان، يا فرق افريقيا كلها تقف عند السنتره، تقول لك سيب لي جونين وسيب لي ضربتين جزاء وانفرادين. فربنا يكرمنا ان شاء الله، يكون موسم حلو كده ونخلص محمد بن رمضان، ده اللي احنا نعرفه بعد اشرف داري. انت المفروض كجمهور الاهلي تقول خلصنا اشرف داري، نخش على اللي بعده محمد بن رمضان، وربنا يكرمنا. وبعدين بقى نبدا نتكلم في الرفايع، نجيب بقى مهاجم فلسطيني مع وسام وكهرباء.